انا عايز اقول لك على مفاجأة ان وقت ما توني كان بيصور الفيديو ده احنا برضو كنا بنصور فيديو تاني، ولكن في البنزين. احنا صورنا العربيات البنزين وجربنا تجربة النقل الذكي مع البنزين عشان نعمل مقارنة حقيقية بين توني في الكهرباء وهشام مع البنزين. ويا ترى مين اللي هيكسب في الاخر، كهرباء ولا بنزين ولا غاز؟ كمان كانت في الموضوع بالارقام وبالاسعار وبكل حاجة. هنقول لك مين اللي كسب في الاخر. تجربه البنزين بقى احنا ما كانش عندنا خلق زي توني نشتغل طول اليوم. احنا اشتغلنا 4 ساعات تقريبا وكنا عملنا 680 جنيه، حوالي 7-8 رحلات. بس احنا بقى كنا ناصحين شويه عن توني. هو خد الكيلو ب5، احنا خدناه بحوالي 7 جنيه ونص. وكان التجربه بتاعتنا في برنامج ديدي مش اندرايف، فتقريبا الاسعار في ديدي بتبقى افضل والعربيات بتبقى افضل. حرام عليك يا توني بتنزل عربيه كهرباء زي دي على تطبيق اندرايف. ده كده الناس اللي ركبت بعد كده مش عارفوا يركبوا اي عربيه تاني بعد اللي شافوه ده. عملت قبل كده الموضوع ده في البنزين وفي الغاز، بس كان ناقص يتعمل في الكهرباء، فتوني حل الجزء اللي فاضل وعمله في الكهرباء. ان شاء الله مستنيين الفيديو يا توني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا يا جماعه، الفيديو ده لاخواتنا سواقين وكباتن النقل الذكي في مصر، وده ردا على الفيديو اللي صديقنا توني بيعمله. توني بيعمل فكره عبقريه، والفيديو من غير ما ينزل بتاعه خلاص الناس فهمت القصه كلها وعرفت ايه الموضوع. ولكن انا شايف هجوم كبير قوي من كل صفحات النقل الذكي على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا عن الفكره اللي توني بيعملها. هم لسه مش مستوعبين الفكره، هم واخدين الموضوع ان توني بيقول انا بكسب، ان هم بيكسبوا كتير والعربيه لا، هو توني بيعمل فكره والله في رايي ان هي هتنفع كل سواقين النقل الذكي وكل كباتن النقل الذكي. الفكره دي في صالحهم مش ضدهم، وهتبقى كويسه جدا ليهم، لان منها يعني انت غالبا الفكره دي اصلا المفروض تنزل سعر كل العربيات البنزين اللي شغاله في النقل الذكي. ولو انت فكرت ورحت للعربيات الكهرباء هتلاقي نفسك بتكسب احسن بكتير. ولكن هفهمك من وجهة نظر كباتن النقل الذكي ان احنا برضو جربنا الموضوع بس بالعربيات البنزين وبالعربيات الغاز على الناحيتين، بنزين وغاز. وايه الفرق بينهم وبين توني؟ توني مشي امبارح 300 كيلو وكسب 1500 جنيه تقريبا، واستهلكت معاه شحن كهرباء حوالي 200 جنيه. لما تحسبها على الكيلو وات المتوسط هتاخد معاه حوالي من 180 ل 200 جنيه كهرباء. نفس الكيلوهات دي لو احنا مشيناها بنزين وكسبنا 1500 جنيه، فانت هتحط قدامهم ب 600 جنيه بنزين، وهتحط معاهم تاني 200 جنيه زيت والصيانات. ما هو انت الكهرباء ولا زيت ولا صيانات يا معلم ولا اي حاجه، انت بتحط كهرباء وبتمشي. اما البنزين بقى حط 600 بنزين وحط 200 جنيه عليهم زيت وصيانه، يبقى احنا وصلنا ل 800 جنيه. 600 بنزين و200 صيانه على زيت يبقى وصلنا 800. يبقى هو كده كسب كام؟ كسب 700. طبعا بالنسبه لكباتن النقل الذكي انت كده ما كسبتش، انت كده خسرت، لان انت بتبقى مأجر عربيه ليها تكلفه وبتبقى شغال من الصبح لاخر اليوم وهلكة على العربيه وكاوتش ومش عارف ايه، فانت كده خسرت. فبيقول له من احدى الصفحات يعني او احدى الكومنتات، يا عم انت خربت بيتنا، انت واخد الكيلو ب5 جنيه. يا عم هو مش نازل يشتغل والله، هو توني نازل يشتغل، توني نازل يعمل تجربه، فاكيد هو مش هيعلي على الناس. يعني انا عامل رحله متوسط الكيلو فيها 5 جنيه، هو مش هيعلي، ان هو راجل عايز ناس تركب وعايز يجرب، فما علّاش السعر، هو خد بالسعر هو. فيا بخت اللي ركب، مش يا بخت بقى، يا بخت اللي ركب معاه، ركب عربيه كويسه وخد التجربه والكيلو وقف عليه ب5 جنيه، فالرحله بقت رخيصه. تعالى بقى نشوفها في الغاز. تجربتنا برضو على الغاز كانت نص البنزين، كانت نفس المسافه المقطوعه دي 300 جنيه غاز، وحط برضو عليهم 200 جنيه صيانه و100 جنيه، 100 جنيه صيانه و100 جنيه زيت. فيبقى انت هتكسب، هتصرف 500، هتكسب افضل من ما تكسب في البنزين حوالي 200 او 300 جنيه زياده. اما في الكهرباء هو حط بحوالي 180 او 200. فمعنى كده ان تجربه العربيه الكهرباء في شغل النقل الذكي هي اكبر حاجه هتكسبك في الموضوع، اوفر من البنزين واوفر من الغاز نفسه اللي هو نص البنزين، واوفر من اي حاجه، لان انت كمان هتوفر زيت وهتوفر بقى شغل ميكانيكا وشغل في الموتور وكل البوجيهات والافلام دي كلها، انت موفر كل ده. فانا رايي التجربه دي من احلى وانجح التجارب، ومستني الفيديو نفسي، الفيديو بتاع توني بفرق
فارغ الصبر عايز اشوفه، وفي رايي ان هي تجربه محترمه جدا جدا. والناس لو فكرت بتوع النقل الذكي ان هم يروحوا للعربيات الكهرباء، والله في رايي مع ان انا من ملاك البنزين، بس في رايي هيبقى اوفر وافضل وهيكسبوا افضل بكتير من العربيات البنزين. وفي رايي قال لك ايه، طب ولو البطاريه تبوظ يا باشا غيرها بثمن العربيه. لو البطاريه يا جماعه ما بتبص، انت حضرتك هتجيب عربيه زيرو، في عربيات زيرو دلوقتي كهرباء بتبدا من 750,000 جنيه، والبطاريه يعني بثمن نيسان صاني والله، والبطاريه ما بتبص زي ما انت فاهم كده. في ناس بتمشي 400,000 و500,000 على البطاريه والبطاريه سليمه. انت لو مشيت 400,000 في البنزين بتكون دفعت تكلفه ثمن العربيه البنزين. ففي رايي انا بشكر صديقي توني على الفيديو الجميل ده، وانا منتظر بفارغ الصبر ان انا عملت قبل كده الموضوع ده في البنزين وفي الغاز، بس كان ناقص يتعمل في الكهرباء، فتوني حل الجزء اللي فاضل وعمله في الكهرباء. ان شاء الله مستنيين الفيديو يا توني، ومتاكد ان هو يبقى من انجح الفيديوهات اللي اتعملت على الصفحه عندك ان شاء الله. السلام عليكم.